مع الكلب. ايوه يعني انا عايز اروح عمره بقى. انا اصلا انا مش عايز اروح عمره، يعني قصدي ايه، انا عايز اقطع تذكره طيران اسكندريه على الخطوط السعوديه. هروح اعمل ايه بقى؟ توديني فين الخطوط السعوديه دي؟ هتروح صلى على النبي، هتروح هتقطع التذكره وتركب من مطار القاهره لمطار اسكندريه. ايه؟ والله بكلمك جد. ايه بقى؟ احكي لي بقى حكايه العمره بتاعت اسكندريه. وفي عمره في اسكندريه. طب احكي لي يعني ازاي اروح اعمل عمره وانا اقطع الاسكندريه؟ انا اقطع تذكره حاجز اسكندريه، ازاي بقى الخطوط السعوديه توديني فين عشان اعمل عمره؟ يعني انا رايح عمره في اسكندريه مثلا. اقفل التسجيل ونتكلم. طيب لا قول لي الوقت. لا والله يا عم احكي لي. لا انت مش تحكي لي عشان الناس تستفيد، يعني احنا عايزين ننشر معلومات عامه. لا احكي لي الله يكرمك للراجل. انت ازاي يعني؟ احكي لي عشان افهمها. والله هتصلك بالراجل اهو. هتروح فين بقى؟ هو زي ما قال لي. قال لك ايه؟ هتقطع على الخطوط السعوديه، هتروح تعمل ترانزيت في السعوديه 4 ايام. لا هروح فين؟ اقطع فين؟ اروح اقطع تذكره فين؟ تطلع من القاهره. لا اروح لفين؟ الاسكندريه. الاسكندريه. اروح اركب الخطوط السعوديه. هتعمل ترانزيت وترجع على ترانزيت فين؟ اسكندريه. ترانزيت في السعوديه. يعني اقطع اسكندريه اقطع ترانزيت في السعوديه وارجع اسكندريه. ايوه خدوا الراجل اهو كلمه. وهذه يا جماعه اخر تطورات اكل الطواجن. ماشي. المشكله الكبيره بقى في زمن اللحمه، لحمه الحمير اللي بتتحط على الطواجن ديت التطورات الطبيعيه لاكل لحوم الحمير. ماشي. هتقطع بقى حضرتك، انت عايز تروح اسكندريه، فانت هتحجز على خطوط الشركه السعوديه. الشركه السعوديه تروح واخداك رايح فين؟ تروح موداك السعوديه، تعمل ترانزيت 3 ايام وبعدين تجيبك اسكندريه. شفت يعني عم الحاج؟ ديت قلت لك التطور الطبيعي لاكل لحوم البهايم وبالذات الحمير.